صابون النابلسية أقدم صابونة بالعالم ومصنوعة من زيت زيتون بلادنا. مرحبا بيتنا، أحمد فاخوري من شركة أحمد الشكعة، من أقدم مصانع الصابون في مدينة نابلس. إحنا في مصنع صابونة الجمل، إلنا من 1965 في هذا المجال. إحنا الجيل الرابع اللي بيمسك الصابونة، وغيرنا عليه شيء منذ 165 سنة. تميز إنه بصناعته من زيت الزيتون الصافي فقط. فوائدها كبيرة للبشرة، للشعر، للعينين، للجسد. يعني لما الجسد تتحمم في الصابون النابلسية بتنظف النسمات تبعت الجلد. ميزة الصابون البلدية إنها بترغيش، بتعطيكاش النقاوة البيضاء إلا على نظافة. يعني امسك ادهن على إيدك، ما بيضتش، لما تطلع الرغوة اعرف إنه الجلد نظيف وصار 100%. طبعا بتشاهدوا أنتم في صابون على الأرض. صابونة تتكون من 3 مراحل. مرحلة التخزين الزيت في الآبار، نطلعها وبنديرها في القدرة، بنطبخها، بنديرها على الأرض عشان تبرد. بعد ما تبرد بنقطعها وبنختمها بختم الجمل وبنشبكها على هيئة الطنانير هاي عشان التخزين والتنشيف. احنا بنحرك في هاي طبعا. هذا بنسميه دوكشاب، بنحرك فيه احنا كله يدوي. كم واحد بحرك فيها؟ واحد بيقدر؟ احنا شغلنا كمان يعتمد على شغله واحده. بدك اللي يشتغل في الصابونه يكون بنيته الجسديه منيحه وبصحه جيده جدا او ممتازه، عشان تعتمد على العضلات اكثر من تعتمد على شيء ثاني، عشان هي يدويه الشغله. ما راح حدا وقع بالغلط هون؟ لا لا سمح الله، اذا حدا وقع عليه الله يرحمه. جيم جايز. كم من كيلو هاي؟ ما بعرف. شجره هاي. شجرة هاو. بلف عندك صحيح؟ بلف. او ماي جاد، ايش في؟ وصل عامل 3 وانا بعد شو مخلصه تاعيتي. شوف عمو، اول شيء نرفع فوق. نرفع الثانيه. واو شفت عليه. وارفعي. فشل. هون بيت النار، بنولع النار عشان تطبخ الصابونه فيها. واحنا بدنا ننزل نشوف، صح؟ بدك ننزل شوف. يلا تعال ننزل ننشوي. توطي راسك زي ما حكيت لك. انا بروفيشنال عزة، شو ما الشغل هون بفصل الشتاء نعمه، نار وشرار. واو. انت بتستخدمها يعني؟ طبعا انا بطبخها، كيف بديش استعملها. كم سنه لك بهذا المجال؟ 40 سنه اول. وين ابعد مكان وصل امريكا، استراليا، اي بيت فلسطيني موجود في العالم باخذ معاه الصابونه الفلسطينيه هي النابلسيه. بتحبوا تتعرفوا على تراثنا الفلسطيني المميز؟ اذا بنلتقي ببيتنا.